بص، لو انت ناوي تقدم على فيزا، على الجرين كارد، او حتى على الجنسيه الامريكيه، في حاجه خطيره جدا لازم تعرفها دلوقتي. من يوم 19/8/2025 الحكومه الامريكيه بقت تراجع حسابات السوشيال ميديا لاي حد بيقدم على اي ميزه من مزايا الهجره. وخلي بالك انا قلت دي ميزه مش حق ليك، يعني اي بوست، اي تعليق، اي صوره نزلتها قبل كده ممكن تتقلب ضدك وتسبب في رفض الملف بتاعك بالكامل. ضابط الهجره ممكن يفتش كل حاجه انت كتبتها او شاركتها مع احد من اصدقائك على السوشيال ميديا، ويشوف لو فيها اي حاجه ضد امريكا او ضد الحكومه الامريكيه. وده مش بس للناس اللي بتقدم على فيزا السياحه، لا ده كمان بقى يشمل الطلاب دلوقتي، وحتى الناس اللي بتقدم على الجرين كارد، وحتى الناس اللي بتقدم على الجنسيه الامريكيه. علشان كده مهم جدا انك تنظف حسابك وتشيل اي حاجه ممكن تتفهم غلط او حتى انها ممكن تتاخد ضدك في المقابله. لو دي انت اول مره بتشوفني، انا اسمي ابانوب امين، محامي مصري وحاصل على ماجستير في القانون الامريكي، وبذاكر حاليا هنا في امريكا للحصول على رخصه مزاوله مهنه المحاماه هنا في امريكا. انا عندي شركتي الخاصه في يو اس Immigration، اللي من خلالها بساعد كل محامين الهجره في كل الولايات في تجهيز ملفات الهجره وتنظيم الاوراق بتاعتهم واوراق الكلاينتس بتاعتهم. شغلي بيشمل مراجعه الاوراق، برتب المستندات، بجهز النماذج المطلوبه علشان القضايا دي كلها تتقدم صح من اول مره، ونوفر على بعض وقت ومجهود كبير. النهارده هشارك معاك خطوات عمليه علشان خاطر تحمي نفسك وانت بتقدم ملف هجره قوي من غير ما السوشيال ميديا توقعك. اول حاجه تعملها هي مراجعه شامله لكل حساباتك على الفيسبوك وانستجرام وتويتر ولينكد ان وكل الحسابات دي لو بتشارك عليها اي اراء سياسيه. لو عندك بوستات قديمه فيها اي تعليق سلبي على امريكا او على الحكومه الامريكيه، لازم تمسحها فورا او تخفيها فورا قبل ما تقدم. تاني حاجه، راجع صورك وفيديوهاتك لو فيها اي حاجه ممكن تتفسر غلط او تبان ان هي مسيئه ضد امريكا، ويفضل انك تشيلها او تقفل الخصوصيه. الخطوه الثالثه ودي خطوه مهمه جدا، هي انك تعمل بحث على اسمك في جوجل وتشوف اذا كان بيظهر اسامي تانية نفس اسمك ولا لا، لانه ظابط هنا غالبا هيعمل نفس البحث ده علشان يشوف في اسامي تانية شبه اسمك ولا لا. الخطوه الرابعه انك تخليك واعي وانت بتكتب بوستات جديده لحد لما تخلص كل مراحل الهجره بتاعتك. قلل اي كلام مثير للجدل على قد ما تقدر. الخطوه اللي بعد كده لازم تعمل نسخه احتياطيه لحساباتك قبل التعديل، عشان لو طلبوا منك دليل انك مخبتش حاجه تبقى جاهز. الخطوه السادسه، لو عندك اصدقاء بيكتبوا تعليقات مسيئه تحت البوستات بتاعتك، امسح التعليقات دي او اعمل حظر للاشخاص دول دلوقتي. الخطوه السابعه، حاول تخلي بروفايلك مهني اكتر، صوره كويسه، شير لحاجات ايجابيه، وده بيبين انك شخص مسؤول وملتزم. الخطوه الثامنه، لازم تستشير محامي مختص لو عندك بوستات مش عارف اذا كان دي ممكن تسبب لك مشكله ولا لا قبل ما تقدم وتندم بعد التقديم. مهم جدا تفهم ان القوانين دلوقتي بقت واسعه جدا، وممكن اي حاجه تتاخد ضدك حتى لو كانت هزار او انت بتتريق بيها على حاجه معينه. السوشيال ميديا دلوقتي بقت جزء اساسي من ملف الهجره بتاعك، لازم تتعامل معاه بنفس جديه جمع المستندات وانك تقدم الابلكيشن بشكل مظبوط وما الى ذلك. ممكن تقول ده تدخل في الخصوصيه، لكن للاسف هو ده الواقع دلوقتي اللي احنا عايشينه. لازم تتعامل معاه بذكاء، مش انك تعند معاه وخلاص. ومؤخرا في ناس اترفضت لمجرد صوره او تعليق مش واضح على البوستات بتاعتها. مفيش استهوان في الكلام اللي زي كده خالص، فما تستهونش باي تفصيله مهما كانت صغيره او قديمه. صدقني لو عملت الخطوات دي كلها هتزود فرصك كتير جدا في القبول، وتقلل من احتماليه رفض الطلب بتاعك حتى لو كانت بسبب حاجات تافهه على الانترنت. انا هنا عشان اساعدك تتجنب الاخطاء دي وتجهز نفسك بافضل شكل ممكن لكل مرحله من مراحل الهجره، من اول ما بتقدم على فيزا لحد ما توصل للجنسيه الامريكيه. تابعنا عشان تعرف اخر التحديثات في قوانين الهجره الامريكيه ونصايح عمليه تحميك وتخليك جاهز بنسبه 100%. لو عندك اي سؤال على السوشيال ميديا وتاثيرها على ملف الهجره بتاعك، سيبولي في الكومنتات وانا هجاوب عليه دلوقتي. شكرا خالص، اشوفك الفيديو الجاي.